تعالَ هاقول لك إزاي تتعامل مع القرايب المؤذيين. كلنا عندنا القرايب اللي طبعهم صعب، واللي التواصل معاهم بقى تقيل على القلب، وللأسف كلنا اتربينا على جملة إن الأهل ما يتسابوش، وإن الدم عمره ما يبقى مَيّة، وفي الحقيقة الكلام ده صح جدًا. بس اللي ما حدش بيقوله بوضوح هو نعمل إيه لو الدم ده بيسمم حياتنا؟ لمّا تلاقي قريب ليك المفروض إنه سندك هو أول واحد بيحبطك أو بيحسدك أو بينقل الكلام عنك أو بيتدخل في خصوصياتك بطريقة تضايقك، هنا لازم تقف وتفهم إن صلة الرحم مش معناها إهانة النفس. طب نتصرف إزاي علشان نرضي ربنا ونرتاح؟ في 5 حاجات لازم تطبّقهم. رقم 1، سياسة الباب الموارب. مش لازم تقاطع أو تعمل بلوك لكل العيلة، ومش لازم برضه تكون قدّامهم زي الكتاب المفتوح. خلّيك ذكي، السلام لله والسؤال في المناسبات واجب، لكن حياتك، نجاحاتك، خصوصياتك خط أحمر، زي ما بيقولوا كده داري على شمعتك تقيد، خصوصًا قدّام اللي عينيهم مش بتسمّي. رقم 2، الاعتزال لا القطيعة. سيدنا عمر كان بيقول اعتزل ما يؤذيك، يعني لو قعدة معيّنة فيها حد بيضايقك أو فيها تنمر عليك أو نكد ليك ببساطة ما تروحش، أو روح اقعد نُص ساعة وامشي بكل ذوق. أنت مش مُجبر تستحمل سِم نفسي تحت مسمى العيلة. رقم 3، خلّيك رسمي بزيادة. القريب المؤذي بياكل تحت مسمى العشم. لمّا تتعامل برسمية وبحدود واضحة وبالأدب بتجبر اللي قدّامك إنه يلتزم بحدوده. الردود القصيرة والابتسامة الهادية دي أقوى سلاح ضد الناس دي. رقم 4، احتسبها عند ربنا. لمّا تصبر على كلمة بايخة أو حركة غلسة من حد قريبك علشان خاطر صلة الرحم، افتكر إنك ليك أجر كبير جدًا عند ربنا. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال إن اللي بيصل الرحم وهُم بيسيئوا ليه كإنه بيأكّلهم المَلّ. المَلّ ده هو التراب أو الرماد السخن بياكلوه من كتر ذنوبهم، وربنا بيفضل معاك ومُعين ليك عليهم. رقم 5، لازم تعرف إن صحتك النفسية أولًا وأهم من أي حاجة. يعني لو التواصل معاهم هيوصّلك لمرحلة الاكتئاب أو هيخرب بيتك، فالبُعد عنهم دوا. ربنا ما يرضاش إنك تتدمر نفسيًا. ابعد بالقدر اللي يحميك، لكن حاول تخلّي خيط الوصال رفيّع لكن ما تقطعهوش. مش كل حد من دمك يستاهل يشوف روحك من جوّه. حب الناس واعرف معادنهم، واللي يلاقيك هيّن ولَيّن ويستغل ده علشان يأذيك، حُط له يافطة كبيرة كده ممنوع الاقتراب. ولو المحتوى عجبك تابعني علشان تشوف فيديوهات أكتر.